تسمح لي اسخر من الوضع؟ انا هنا عشان اسخر. انتي جايه تعملي ايه؟ انا جايه اسخر. انا جايه اسخر. حلو. انا جايه اخد اللفه الكبيره جدا 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 واسخر. والكلام اللي انا بقوله ده مش كويس عشاني. يعني المفروض الدول تحبسني، بس مش هتفرق لانه من كده كده قافليني حاجتي. يا زمن. فاضل سنة ونص يبقى عندي 40 سنة. طول عمري بسمع جملة بائسة حزينة، وهي جملة السلام في الشرق الأوسط. Peace in the Middle East. طول عمري وأنا في أمريكا بسمعها. كانوا طول عمرهم يقولوا إيه؟ We need peace in the Middle East. فأنا بحكم دماغي الصغيرة عايزة أحل، بحب أحل لما مؤاخذة المشاكل. فأول حاجة قلت لنفسي ما هو الشرق الأوسط أصلا؟ قالك الشرق الأوسط المنطقة اللي فيها إيه؟ الخليج، السعودية يعني، السعودية والحاجات التانية اللي حواليها، ومصر حشرها في النص، والبعدة، وإيران والكلام ده كله. قلت له طب إيه المشكلة؟ قالك البعدة مضايقين الناس كلها، والناس مش عايزين يقعدوا جنب البعدة. طب وليه مش عايزين يقعدوا جنب البعدة؟ بيقولك عشان دي أرضنا وخدتوا أرضنا، والأرض دي أرضنا. قعدوا يغنوا كتير وجابوا ممثلين كتير يغنوا يعني. طب وخدوها ازاي منهم بالعافية؟ قالك أصل إنجلترا اديتها لهم. طب واديتها لهم بناء على ايه؟ دي انجلترا تدي الناس يعني ازاي؟ قالك أصل بعد الحرب العالمية التانية. طب ايه كمان مشكلة الشرق الأوسط؟ قالك أصل في إيران. مالها إيران؟ أصل إيران بتخوف في السعودية والخليج. قلت طب ايه يعني الحل؟ ايه الحل؟ ان احنا ايران ما تعملش اللي هي بتعملها. اصل المشكله الشيعة والسنه. طب الحل ايه؟ ما ده بيصلي بتحط راسه على الارض، وده بيحط الطوبه. طب يعني كل واحد لكم دي، يعني ما تعيشوا مع بعض عادي يعني. طب الناس دي في منها في امريكا؟ كل الناس دي في منها في امريكا. يعني الايراني في امريكا، الايراني في امريكا، والسعودي في امريكا، والمصري في امريكا، والبعدة في امريكا، واليهودي في امريكا، والدرزي في امريكا وكده. طب واحنا كلنا نقدر نخش مطعم واحد وناكل ونعيش في سلام في امريكا، واحنا كلنا مختلفين وجايين من ما يسمى الشرق دي تقدري تعمليها؟ طب نقدر كلنا نعيش في كومباوند واحد، يبقى الكومباوند ده فيه مثلا برازيلي، اسرائيلي، يهودي، مش عارفه مين، وده يبقى فيه سني، سوري، نص درزي نص عربي، ده يبقى فيه جيل ورا جيل بقى، ده اتجوز فبقى ربع يهودي وتلاتة. كلنا نقدر نعيش كده حوالين بعض، لا مؤاخذة في السلام، في السلام اللذيذ، وندفع ضرايبنا ونحط عربياتنا وكده ونسلم على بعض، نقول هاي هاي، وتبقى لغة القوم هاي هاي وباي باي. طب ونقدر كلنا نحضر مؤتمرات حوالين بعض ونتكلم اللغة الإنجليزية اللي هي هتجمعنا كلنا. طب نقدر كلنا ناخد أجازة الكريسماس، وكل واحد في أجازة الكريسماس يعمل هو طب اشمعنى احنا لما بنكون في أمريكا بنبقى كلنا عايشين في سلام، بس في ما يسمى الشرق الأوسط بنموت في بعض؟ متفهمش. يعني انت دلوقتي لو نزلت الشرق الاوسط ايها مثلا الخليجي او الايراني، اول ما تنزلوا بقى ما يسمى الشرق الاوسط، هتبقوا عايزين تعملوا ايه؟ عايزين نموت بعض. طب وانت في الاراضي الامريكيه؟ لا احنا قاعدين بنلعب مع بعض عادي. طب شخصيتك ازاي تحولت؟ ما انت هو وانا هو يعني ما انت تاخدني بالك. يعني انت مش، الحمد لله الله اكبر على مصر ان احنا ما عندناش الكلام ده. يعني واخد بالك اللي هو ما عندناش مثلا حروب اهليه والليله دي. يعني انا مثلا لا تسي، انا من طنطا وفلان من دكهنس. انا وهو عايشين جنب بعض عادي، بنحب بعض او ما نحبش بعض، الدنيا هي. نروح امريكا برضو الدنيا هي. غالبا بنبقى ولاد مرة مع بعض في امريكا شويه. بس يعني فلقيت حاجة غريبة، ظاهرة غريبة جدا، وهي ظاهرة ما يسمى الشرق الأوسطيين في أمريكا. وذر هم الفيرست يعني جايين مثلا الجيل الكبير، الأب والأم جايين مثلا في الثلاثينات، وبعدين جابوا عيالهم وعيالهم جابوا عيالهم، فبقت جيل ورا جيل ورا جيل، فبيتطبعوا بالعقلية الأمريكية في المطلق يعني. طيب فانا بقول لنفسي طب الاكزامبل ده، الاكزامبل اللي في امريكا ده ما تيجي نطبقه في ما يسمى الشرق الاوسط. ادام انتوا يعني ما فيش مطعم عربي او مطعم ايراني او اي نصيبه، يعني اي حاجه ليها دعوه بالناس اللي هي عايشه في الشرق الاوسط.
مفيش مكان روحته غير لما كله حوالين بعض في منتهى السلام. ايه المشكلة؟ ده حتى يعني الاماكن اللي فيها العبادة، تلاقي الشارع مثلا كده معين فيه جامع وفي كنيسة وفي كان سنجاج وفي بيت معبد لل بوذا، بوديزم، وفي كل حاجة، وعادي الموضوع في منتهى السلام. ليه بقى في امريكا انتوا عايشين حوالين بعض في سلام؟ عشان عم سام يعني بيجبركوا على السلام، ولا انتوا مالكوش نفس تتخانقوا في امريكا؟ ولا لما نروح امريكا ملناش نفس نتخانق، نيجي الشرق الاوسط نولع في بعض؟ يعني حتى كوشنر و و ويتكاف وهم طبعا كوشنر وويتكاف اللي هم ايه، ملهمش صفة رسمية في الدستور الامريكي، هم ليهم صفة ودية. يعني حتى لما في الانترفيو، كان في انترفيو على 60 minutes، فبيقول لك انت خدت فلوس كتير من الخليج وبتاع، فطبعا هو في منتهى الذكاء بيرد يقول لها بصي، انا عملت نتوركينج، عملت علاقات، ودي حاجة حقيقية في الشخصيات اللي هي، يعني ممكن الشخصيات اللي عندها نفوذ العلاقات، عارف تتكلم مع جميع الأطراف. ممكن دي بتبقى تكوين شخصي، تكوين البني آدم نفسه، انه يقدر يتكلم مع الجميع، من غير بقى ما حد يقول له ممنوع، خطك احمر هنا، الكلام ده كله. لا، في شخصيات كده في المحيط الامريكي يقدروا يعملوا كده. يعني مثلا ده يهودي، صهيوني كمان، واتكافي صهيوني برضه صح، بس امريكي واسرائيلي في كل حاجه، بس عايشين فين؟ عايشين في امريكا. حلو. ومش في امريكا بس، خلي بالك في فلوريدا، طب الدنيا حلوه جدا، وبيستثمروا من فلوس الخلايجه ادهم فلوس وقالوا لهم روحوا استثمروا ونعمل علاقات. طب انا بعلاقاتي بقى اخش اخلص لك الموضوع. فبيقول لها انت في الشرق الاوسط هم لازم يتكلموا كتير عشان ماء الوجه بس، لكن فوقك من الدوشه اللي هم بيقولوها. يعني كل واحد بقى اعلامهم هيطلع يتكلم وخلي الحياة كويس والمقاومة كويسة ومعرفش مين كويس، وبرضو البعض هيطلعوا يقول لك لا وحماس ما انتصرناش عليها هتلاقي دوشة، شوية دوشة كتير. بس احنا بنشتغل في الايه، في الصفقة، صفقة اللي هو ما تسمى السلام في الشرق الاوسط، او صفقة القرن، او عبث القرن، او المختلة يعني. فاللي هو طب يا جماعة بالمنطق، انتوا تريدون منطق. في حاجة اسمها عنصر الوقت. عنصر الوقت، مش لما مثلا يموت لك حد، ولا جوزك يسيبك ويطلقك من غير ما تعرفي ان هو يطلقك، ولا حد بتحبيه وفجأة يختفي من حياتك من غير ما يقولك سلام، والحاجات اللي هي بتوجع كده دي، كده بناخد صدمات. فالناس اللي عندها دم بتحزن وكده، اخدي بالك. يعني سنة الحياة، سنة الحياة اللي هو حاجة نصيبة حصلت، ففي شعور إنساني بيحصل، حد مات، حد اغتال، حد كذا، الشعور الإنساني. عنصر الوقت بيلعب حاجة مهمة جدا في إنه بيرمرم الإنسان، يعني بيعيد ترميمه. وذر بقى هي ربنا بقى هيقويه عن إنه يستحمل البعد والفراق والكلام ده كله. يعني في حاجة اسمها عنصر الوقت. طيب جميل، حلو أوي. فانت دلوقتي جاي مستعجل ان انت تخلص الابراهيميه اللي اوريدي اتمضت. انا مش عارفه انتوا ليه هيجانين عليها تاني يعني، ما هتمضت يا فندم. لا بس السعوديه لازم السعوديه تعلنها. طب ما السعوديه عايزه، عندها شروط وعندها. طيب خلينا ناخد الروايه الايجابيه، شروطها انها تعمل دوله فلسطينيه، تمام. والروايه الامريكيه، دوله فلسطينيه مين ده؟ احنا هندخلهم سينا وهندخلهم الاردن وهندخلهم اماكن تانية عربيه. ده يعني ده لسه لغايه اول امبارح الكلام ده بيتقال. طب والروايه انتوا عايزين انهي روايه بالظبط؟ عشان كل واحد بيقول روايته. يعني انت عايز، يعني عايز الاستعباط؟ ما انا لو عايز استعباط يبقى هات لي حشيش. عايز الحق ولا عايز الاستعباط؟ ما عايزين. انت حر، انت براحتك، انا ممكن استعبط عادي، بس ضميري لا يسمح. طيب بما انك دلوقتي يعني اللي هو التطبيق العام الشامل كده، طب ما انتوا كده كده بتشتغلوا مع بعض وبتدوا اسلحه لبعض وبتاكلوا بعض بتتعاملوا يعني كده كده بتتعاملوا مع البعضة. طيب بس احنا عايزين نتعامل مع البعضة بشكل معلن، يعني جوازتنا كانت سرية، عايزين نعلنها بقى. العروسة كانت في السر طول الوقت، تمكنت اتمسكن لغاية ما تمكن. فهي بقى اتمسكنت، دلوقتي بتتمكن.
فبتتمكن ان انا صاحبة المكان والارض والكلام ده كله، وكلنا نعيش، مش كلنا بس، مش السعودية والخليج والليلة لا لا لا، كله العالم كله يتعامل معايا ان انا حد كويس. طيب ماشي يا ست العروسة، يا اللي متجوزة في السر، امريكا جوزتك في السر وقالت لك انت هتعملي الشغل الوسخ هنا، وبعدين حطي الغطاء الديني، فالعيال بتوعك مش هيبقوا متدينين اصلا، هيبقوا علمانيين، لان انت مش هتديهم دين ولا حاجة. فلازم تجيبوا الناس بتوع الدين عشان تزرعوا الدين في دماغهم، فلازم تعملوا مأساة عشان يحاولوا يرجعوا الدين. لفة طويلة كده. بغض النظر عن التقارير المخابراتية اللي اتبعتت لأمريكا ان هما ما بيخلفوش، ده واخدينها مني، لان انا كنت بتكلم في المواضيع دي. قلت لكم يا جماعة الفلسطينيين بيخلفوا كتير، والبعض ما بيخلفوش، والأسباب أخرى ما بيخلفوش، ففي فجأة قال لك تقارير مخابراتية. يعني مش فاهمة. هي أنا والله العظيم أنا في مرحلة مش قادرة أفهم. بغض النظر أنا حاسة إن الفيلم ده حكيته 100 مرة قبل كده، وهما كل شوية يعيدوا بيذيعوه كأنها حاجة جديدة. احنا بنتكلم في حاجة جديدة يا فندم، احنا اتكلمنا في الكلام ده. لا احنا لازم عشان ذاكرة العوام 3 أيام. طب ماشي. فدلوقتي واقعيا معرفش ليه العالم مش عايز يعمل الخطة دي، ان واقعيا انتوا لسه في قتل بيحصل، فازاي والقتل بيحصل اتعامل معاك؟ اصل هما مش واثقين في بعض. اصل انا كان لازم، طبعا امريكا عندها دستور يقال ان امريكا ما تعملش مع الارهابيين، فازاي ويتكاف تروح تتعامل مع الارهابي او المنظمة دي يعني الارهابية اللي هو خليل حي. هو انا وحكيت لكم قبل كده عن ضابط مخابرات، سيدة في المخابرات الامريكية، حكت نفس كلام المخابرات بالسنتي، بالحرف، بالكلمة. بنتنا، شكرا يا بنتنا على حسن التعاون. كانت سيدة فيها المخابرات المركزية الأمريكية، كانت في مهمة في أفغانستان، وزمايلها الشباب بيتريقوا عليها عشان تدخل المخابرات في يعني رايحة، يعني بيبعتوا زمايلها فرنسا وبيبعتوها هي أفغانستان على طول. فطبعا في الأول بيقعدوا في أي حاجة أمنية في المطلق، يعني الست بتتفشخ في الأول، يقعدوا يتريقوا عليها يمين وشمال، وانتي هتعملي ايه هناك، وانتي فاكرة نفسك هتفهمي حاجة، all this bullshit. دي الحدوتة اللي هي حكيتها، كانت بتحكيها في جامعة. و المهم راحت افغانستان، المفروض بتكلم عن عناصر ارهابيه بعد التعذيب وبعد الكلام ده كله. الزمايل قعدوا يعذبوا، مفيش كل حاجه، مفيش فايده، مش راضيه تعرف على بقيه الناس اللي معايا all this shit. قامت قالت ايه بقى يا ولاد؟ نفس الجمله اللي قالها مين يا ولاد؟ ويتكاف يا بنت يا ماما ماي. احنا دلوقتي بعلمكم ازاي السي اي بتفكر. ليه؟ ما اعرفش، لسبب غامض والله ما اعرف. يعني نفس عارف، واللي بيغيظني بقى ان هم ناسيين ان هم يا جدعان غيروا السكريبت، السكريبت. انا ما شفتش مخابرات متخلفة كده. ابدعوا. ما هو انتوا لازم يبقى في عندكم حس ابداعي شوية في الرواية بالذات، القسم اللي معني بالرواية، من معظم الحاجات اللي بتسمعوها بعد كده بتبقى رواية بقى، هم بيروها يعني. اوكي، لازم تغيروا اللي في السكريبت شويه عشان ما ينفعش كوبي بيست. المهم فالظابط، السيده الظابط اتكلمت مع العنصر الارهابي وخدت طلعت منه معلومات والتفاهم يعني. فقالوا لها زمايلها انت عملتي ايه عشان خاطر تخليه يتكلم؟ هما كانوا شغالين في ضرب وتعذيب وكلام من ده. وهي قالت انا استخدمت العنصر الانساني، رجعت بيه لإنسانيته وولاده وابنه وابني والحاجات دي. اتكلمنا عن إنسانية بعض، اتكلمنا عن أنا وابني وأنا وطفلي، وأنا أنا بكلمه إنسان كإنسان، مش كظابط مخابرات لعنصر إرهابي. في حاجة حصلت في دماغه، فجأة اتكلم معايا واعترف وتفاهم معايا جدا، وصلت للحتة الإنسانية فيه. مين بقى يا ولاد اللي قال نفس الجملة بأهم الوصول؟ هي حرف حرف، نفس السكريبت مكتوب. بغض النظر ان بقالهم السيدة دي، أنا
اعرفها من حوالي 15 20 سنة. هو السكريبت، يعني السي اي ما بتعملش حاجة غير انها بتفتح السكريبت وتجيبه هو وتلبسه لحد تاني يقوله. ويتكاف بقى، ماله ويتكاف؟ المخلص ده صاحب المخلص، صاحب المخلص، اه، اللي بيثق فيه بحياته، ماله؟ ده اللي عنده الاسلوب، انه هو اللي قاعد قدام الرئيس ويقول له ده احلى يوم في عمري ده. بالظبط كده. اه، وبيقولها بشحتفة ومشاعر واحساس والكلام ده. وراح الكنيسة قال لهم احلى يوم في عمري برضه. وهيروح الفوتبول جيم وهيقول لهم احلى يوم في عمري. هي بتمشي كده. يا كلام يا جدع بقى، يا جدع والله تعبت. قام قال نفس الجملة بنفس الحرف بنفس الاسلوب بنفس الشحتفة. الست بتسأله انت عرفت ازاي تتعامل مع الفصائل الارهابية دي؟ ده بغض النظر ان ترامب سمح لك ان هو ايه، قال لك لو حسيت، والمفروض في عالم المخابرات ما نمشيش بالاحساس، بس ما علينا، لو حسيت انك هتعرف تعمل ديل اتكلم معاهم عادي. طبعا بغض النظر ان امريكا بتكلم الارهابيين عادي جدا، بس هي بتستعبط وبتقول انا ما بتكلمهمش. يعني اللي بتصنفهم ارهابيين، هي بتصنف ناس بان هي ارهابيه وبعدين تقول احنا ما بنتكلمش معاهم، عشان كده عايزين وسطاء. فالمره دي قال لك لا، انا وسطاء ليه؟ الوسيط ممكن ياخد حته من الكيكه، انا هخش انا بنفسي. حلو. قام ويتكاف عمل نفس الحركه، اللي هو طبعا عشان ذاكره العوام 3 ايام، وغالبا ذاكره الادارات الامريكيه 3 سنين، وذاكره المخابرات نفسها معرفش مالها، الامريكيه معرفش مالها. قال نفس الجمله اللي اتقالت من السيده المخابراتيه من 15 سنه. قال له كلمت خليل حياة عن ابنه، عشان انا كمان ابني مات وهو ابنه مات، فاحنا الاتنين عندنا حاجة شبه بعض. دخلت له الدخلة دي، نفس الجملة اللي السي اي قالتها. هم السي اي ملقين، هو كده بيقول انا كل يوم بقرا 3 تقارير من المخابرات بتديله، وهو مش لا هو بيشتغل دبلوماسي ولا سياسي ولا بيشتغل اي حاجة. هو اسمه مبعوث ولا حتى امباسادور. هو صديق لترامب، بس صديق لترامب، والمخابرات كل يوم بتديله 3 تقارير. انت معايا يا محسن بيه؟ النبي يا جماعة، محسن بيه فين؟ عشان خاطر محسن بيه بس اكيد هيقول عبث. يا محسن بيه، يا محسن بيه، انت فين يا محسن بيه؟ المهم، محسن بيه هتلاقيه بيسمع في، معرفش محسن بيه فين، بس اكيد يعني مش، يعني المفروض ما حدش يعرف محسن بيه فين. اه والله، ده احنا عالم تاني، احنا عالم تاني في مصر. فينا حاجات شبيهة برضو بتتكرر خلال السنين. فينا حاجات كده. القلش المصري موجود يعني. هو يعني الراجل المصري هيفضل راجل مصري. يعني الطبعة المصرية هي. بس انا ما ينفعش اتكلم عن الجانب المصري، لازم اتكلم عن الجانب الامريكي او الاخرين يعني. الجانب المصري ما اعرفش حاجه عنه، اللي بيظهر على التلفزيون هو اللي موجود، ماليش دعوه. محسن بيه ده بتاع رأفت الهجان وانا بتريق بس. مش ده كان فيلم مسلسل باين؟ خلاص، ما اعرفش حاجه والله، ما اعرف، اقسم بالله انا حرفيا ما اعرفش. يعني انا it's very serious يعني. ده انا كمان بقيت ايه من كتر ما انا 40 سنة عندي فضول، من كتر ما قوة مصر الغامضة خلتني عايزة أعيش، لا أرى لا أسمع لا أتكلم. مش عايزة أعرف، والله العظيم مش عايزة أعرف. فنرجع للسكريبت اللي هو الإنساني. كلمت الحقيقة وقلت له ابنك مات وأنا كمان ابني مات، فاحنا عندنا عناصر مشتركة في المشاعر ومعرفش ايه، وفكيت مشاعر، الله أعلم ايه اللي حصل بجد يعني. بس دي الرواية اللي اتقالت. فلقيته متفاهم، ولقيته فعلا عايز يعمل ديل ومش يعمل ديل، ويبطل اللي حصل ومش يبطل اللي حصل، ونبدأ الخطوات ومش نبدأ الخطوات. الكلام ده كله طبعا كل حاجة مبهمة. طب مين اللي هيجيب الفلوس؟ مبهم. طب والناس اللي موجودة مبهم. يعني احنا بنشتغل اليوم بيومه.
احنا بس عندنا الصورة الكبيرة ان احنا عايزين نخلي المنطقة دي منطقة كويسة للإنسانية كلها. طب ماشي، انا معاك والله، انا معاكم للآخر. يعني انا بكلم امريكان دلوقتي، انا معاكم للآخر، بس السلوك اللي البعدة بيعملوه. طب شرعنها ازاي بقى ترامب؟ شرعنها ازاي؟ قالك بص، نحسبها، دول متلهم 1000، يبقى دول قدامهم 50,000. يبقى احنا عرفنا دلوقتي ان العنصر العربي لو واحد عربي واحد عبري حصل له حاجة قدامه ايه؟ 50,000 واحد. ماشي، هي كده، هي الحسبة الإنسانية العادلة كده. لو واحد يهودي حصل له حاجة هيروح 50,000 واحد قدامه. ده المعادلة في الشرق الأوسط، ما يسمى الشرق الأوسط. عايزين تعيشوا مع بعض كويسين، تعرفوا الحتة دي. ولو اليهودي ده معاه الجنسية الأمريكية بلدك كلها تولع. فيعني ايه؟ هو ده يعني ده القانون العالمي اللي احنا ماشيين بيه، العدل على الأرض. ما علينا. انا خدت أدوية قد كده عشان خاطر موضوع الإنسانية ده كان ناقح عليا أوي. المهم، فقال لك بصي، هما برضو راح لهم ناس بقى، فخلاص. طب وهتفك سلاحهم الموضوع ده شوية كده، امتى شوية كده؟ احنا باي بروكس، احنا او غير، او باي بروكسيز اللي او ناس تانية بالوكالة يعني احنا اللي احنا اللي هنوقف الليلة دي ونشغل الليلة دي ونحرك الليلة دي في ايدينا. طيب، انا هقف عند نقطة واحدة بس. محسن بيه كوني واثقة ان سمعك وحاولك في كل اللي هو هيفضل انا يعني واحد يعني محسن بيه كان في رأفت الهجان، يعني قاعد لرأفت بس. لا، محسن بيه عنده بلاوي زرقاء في المنطقة. مهم، بس لو محسن بيه موجود، تحية حارة لمحسن بيه، تحية من القلب لمحسن بيه. بصوا يا جماعة، أنا مشهد رأفت الهجان ولما سافر ومحسن بيه راح قابله بعد فترة، يعني فتح الباب كده لقى محسن بيه في وشه. فطبعا كان عايز يحضنه، بيحبه جدا. فاللي هو حد كممه كده، قال له اسكت ما تفضحناش، عشان الناس كان راح له كده يعني. كنت عمال اعيط جامد. وبعدين لما غيروا بقى محسن بيه، جابوا حد تاني، وهم بيشخصوا رأفت، ويقول لك رأفت ده شخصيته عامله كذا كذا كذا، فما ينفعش معاه الاسلوب ده، وما ينفعش معاه كذا. ف فهو متعلق بمحسن بيه اكتر، فيعني هيتفاهم مع محسن بيه اكتر. انا المسلسل ده يعني فشخني جدا والله العظيم. وهجمة مرتدة لما يجيبوا لي احمد عز مع واحدة مش مصرية، ودي حاجة مضايقاني جدا بغض النظر، بس اللي ايه، ممنوع يحبوا بقى حاجات كده. الشخبطة المصرية اللي بيعملوها دي بت بت انا عندي نقطة ضعف الحب. قلبي لما يتدخل في الموضوع انتهى، بيبقى مشكلة. بمرض بمرض يعني، ما شاء الله النهارده. واحد بيسلم عليا يقول لي انت تعبانه ولا؟ بقالي في شهرين كل اللي يبص في وشي يقول لي انت تعبانه. فاللي هو يعني واضح ان في حاجه. المهم نرجع للمنطق، او يعني نخلص السلام في الشرق الاوسط ازاي. فعسل ده ترامب ده انا بحبه قوي. ترامب ده كان جميل لانه يعني عارف، he doesn't give a fuck يعني. ودي احلى حاجه في الناس اللي هي اتربت على العز. يعني بص، I don't care man. انا هقول الحقيقه، انا هكدب طبعا، انا كداب اشر. بس ساعات كده هقول لكم في وشكم، بصوا، احنا كانت الصفقه دي ما كانتش عمرها تتم غير لما كنا نتخلص من النووي بتاع ايران، عشان مخاوف السعوديه والخليج، مخاوف السعوديه في المطلق. طيب احنا عملنا حرب 12 يوم صح بتاعت ايران دي، تمام، اللي هو مفروض عمل فيها obliteration، الكلمة اللي هو بيحبها قوي، complete obliteration. اللي ساطوا فيها قاعدة، خرموا الجبل ودخلوا، المهم ضربوا النووي. وكل الكلام كل السرديات كانت اتفقت مع بعض ان هي تقول ايه، ان النووي خلاص اتضرب، فما فيش خطر من ايران. طلع حد ابن مرة، معرفش زق مين على مين، عشان حد بينخور جامد. المهم الكلام اتسرب للسي ان ان، وحد في السي ان ان، بنت في السي ان ان، ايا كان مين اللي قال لها يعني، او ايا كان مين اللي طلع صوت وقال لك لا يا فندم، النووي ما خلص.
اخرسي عشان احنا عايزين نقول للعرب ان النووي خلص، عشان احنا كنا مركبين ايران دي كخالة البابا. ماشي، فما تعمليش مشاكل، خلينا دلوقتي نقنعهم ان مفيش مشكلة من ايران، عشان دول خايفين من ايران اكتر، ودول عندهم البعد اكتر. فيعني كل واحد عنده مشكلته في حتة في المنطقة دي. يعني ده مش، ده خايف من ده، وده خايف من ده، وده مش طايق ده، وده مش عايز ده، وده عايز حتة من ده. يعني كلهم مش طايقين بعض. فاحنا بس لما بيروحوا امريكا بيتعاملوا عادي. والله العظيم انا في ده اللي هيعمل لي خرم في دماغي. طب ما تتعاملوا عادي هنا، دام انتوا هنا عادي يبقى هنا عادي، ما علينا. اوكي طيب، حان الان وقت التطبيع المعلن اللي هو الابراهيميه، عشان في ابراهيم كان ابراهام الاول فتحول ايا كان. في روايه كده دينيه عن كان اسمه ابراهيم، بعد كده الاول ابراهام بعدين ابراهيم، وحاجه معرفش سمعتها من عند مين. والله ما مش قادره اميز، لان في حد عنصر متدين الناحيه دي بيكتب كلام، بيقول كلام حلو قوي في الناحيه التانية. يعني الحمد لله ان انا راسخه في اللي انا فيه. كان زماني بقى دلوقتي قعدت اقول يا هي دي قصه سيدنا داوود بجد، والله هي دي قصه سيدنا ابراهيم بجد. يا ده انا عايزه اروح هناك في سوميريا ولا جوديا عشان اروح اتغسل واروح اشوف الباتريارك والماتريارك وابراهيم وكده. المهم يعني آه انا معرفش مين الرماديين، معرفش حضرتك تقصد ايه بالرماديين، عشان ملف اللي هو ايه اريا 52 والكائنات الرمادية والماسونية والكلام الفارغ ده، اللي برضو ده صناعة رواية CIA بتقولها لك كده عشان خاطر تفتكر. هقول لك حاجة، دي بص العصفورة، ما هي المؤامرة موجودة، مش عايزين انك تعرف مين اللي بيعملها، فبيحط لك بص العصفورة. بحط لك بص عصفوراتك. تحققت المكان ده على الارض، رحت المعابد الماسونيه ما لقيتش اي حد. رحت اتعاملت يعني، جاري كان بيشتغل في المجال ده، اللي هو بيعملوا يعني قال ايه البارانورمال اكتيفيتيز، يعني بيكتشفوا الكائنات اللي هي زي الجن والحاجات دي، والرمادي ومش الرمادي اللي ربنا قال مش هتعرفوهم، فالسياحة مش هتعرفهم. فهو ابن المرء عمال يقنعني ان هو شاطر وعرف، وقعد يطلع لي شويه ماكينات كده وحاجات، ووراني شويه عفاريت لقوهم والكلام ده كله، واحنا جامدين وواصلين للبتاع. طيب انا عندي بقى ديني بيقول ربنا قال ان في مخلوقات مش هنعرفها، فخلاص ما تقنع يعني. ماشي يا عم، بيع يا عم، انا ما اشتريتش خلاص، خليته يرغي بقى. اعمل ايه؟ طيب والله بياخد فلوس قد كده عشان وهم، سبحان الله، من ضرايبنا. ما علينا. I don't believe in حكام العالم برضو. I don't believe in all that shit. I just think انه هي just مصالح معينة بس، مصالح وبروباجندات وحاجات من كده. جو بقى ايه الظلام ومش الظلام والظل ومش الظل الليلة دي، it's like especially لما تروح امريكا وتخش في اماكن كده ايه اللي هي تعتبر مهجورة، وتطلع لما تنغمس قوي الحاجة المحجوبة دايما بتبقى ليها هيبة كده غريبة. لكن ربنا وضح كل حاجة في القرآن، مش هنختارها من دماغنا. المهم نرجع للنقطة اللي أنا واقفة عندها الوحيدة. انتوا متسربعين، البشر كلهم، الدول كلها، العالم كله شاف مجزرة إنسانية على الهوا، بغض النظر إن في ناس بتتقتل برضو في أفريقيا وفي دول تانية بس مش بنشوفهم. فالضمير الإنساني ما ينفعش تقتلوا الضمير الإنساني العالمي المطلق. يعني أنا معرفش CIA إيه اللي مش فاهمة في نفسية البشر، ده أهم حاجة لازم تفهم فيها. الضمير الإنساني العالمي ما ينفعش كده إيه يموت ويغمض عينه وينسى، والكلام ده هيبقى صعب عليه. امتى الضمير الإنساني ما يزمزقش؟ لما فترة زمنية تعدي، وخلال الفترة الزمنية دي الطرف اللي عمال يضرب جامد وبشدة ما يضربش جامد وبشدة، ويحول سلوكه، او يجيبوا ناس، يجيبوا امريكان، يجيبوا مخابرات امريكية يلبسوهم لبس البعدة،
ويعملوا نفسهم بيدوا للناس اكل وفسحه ولبس وكده عشان يصلحوا الصوره. شوف انا بحاول يعني اعكها لك اهو. هاتوا الناس العاديه اللي ما عندهاش ثأر، النيوترو، اللي هي بتخش تحل الازمات دي. انا لا مع الطرف ده ولا مع الطرف ده، انا مش معايا حاجه، انا عايزه اخلص. انتوا ولاد مرة غبيه، ارجعوا بقى خطوتين. لبسنا انا لبس IDF واعمل نفسي من البعدة واعمل سلوك ايجابي واصور السلوك الايجابي. دول لو بيفهموا يعملوا كده. والشنبات اخرسوا يا ولاد المرة. قولوا لولاد المرة اللي بيصوروا في التلفزيون والخناقات اللي عمالة تحصل في الكنيست: keep it calm low fucking key. بطلوا الشرشحة اللي على الملأ. مش توقيتك الشرشحة اللي على الملأ، لان العالم بقى مفتوح وعارفين انتوا بتقولوا ايه، مش توقيته. والاخرين المتدينين اللي عايزين جودية وسوميريا وسينا والليلة دي كلها، مش توقيت انك كليك كده العالم هيوافق، يعني هيعرف ايه اليهودية اصلا، وانت نفسك مع تلات ارباع البعدة ما يعرفوش يعني ايه يهودية. تسأل البنت عندها 20 سنة في تل ابيب: انت بتحبي؟ انا معرفش، انا مش انا ما انا اتولدت هنا وخلاص، لقيت نفسي هنا. فما السرعة الرهيبة دي المفروض كنتوا تبنوا الموضوع ده خلال الوقت، لكن تبيدوا بشر وبعدين وسمعتكم تتنيل في العالم، وبعدين تجرجروا امريكا ان سمعتها هي كمان تتنيل، فامريكا تحاول تغسل ايديها وتقول احنا بنوقف السلامة واحنا عملنا السلامة، احنا ما عملناش حاجة اهو. اذا احنا يعني دول كانوا بيحموا نفسهم. انت حد قال لك تبدأ؟ قانون الغابة، هتبدأ هتضربني هقطعك. طب داوود قال لك العين بالعين يعني العدالة، لا ملناش دعوة بدي، هتيجي تضربني هقطعك. ويعمموا الصورة تاني بقى، ونرجع بقى ايه في الجهاديزم والاسلاموفوبيا والمسلمين بقى واوروبا بقى. اوروبا بقى ده ملف تاني ده ملف تاني متخرطق. ما هم منقسموا المنطقة. الناس العرب اللي بيتكلموا لغة عربية يعني سافروا وهاجروا، راحوا على اوروبا وامريكا وخدوا معتقداتهم معاهم وفكرهم الغلط معاهم او الصح معاهم، خدوا اللي خدوه معاهم وعملوا كوميونيتيز هناك. فقدام مثلا 5 اوروبيين، لسه فرنسا 5 فرنساويين في واحد عربي. العربي ده طبعا ايه ما شاء الله عليه، الفكر بتاعه دايما يخش من تحت لسبب غامض. تحت هو اهم حاجة، يقوم ناكح احدى النساء الفرنسويات ويجيب منها عيال. فبقى عندهم ازمة ان دلوقتي في مسلمين كتير، والمسلمين كتير دلوقتي متعاطفين مع الفلسطينيين اللي بيتوصفوا ان هم جهاديين والكلام ده كله وبتاع، وهيقوموا بطارهم وهيقوموا ياكلوهم، والواد اللي شاف ابوه بيتقتل هيقوم يقتل. فهنعيش طول عمرنا في الدم والطار، ما مش هتخلص، ما مش هتخلص يا معلم، ما طول ما كده مش هتخلص. فلازم يبقى في وقف اطلاق النار بجد حقيقي، فترة زمنية وجيزة. مش يلا نلحق نوقف اطلاق النار في اكتوبر وفي نوفمبر نعلن طال عمره مضى الابراهيميه ويلا بقى يا الدنيا تولد. ده انت كده، ده انت تعمل حرب عالميه تالته. انا معرفش اللي بيحسبها ازاي. وايران لسه عندها النووي بتاعها اصلا، بغض النظر على التنسيق اللي بتعمله مع البعد او امريكا، يعني بغض النظر ان كله بينسق حوالين بعضه، لا وبغض النظر بقى عن اللعيبه اللي بدأوا يتعلموا لغه ايه الحرب بالوكاله دول. روسيا اللي عايزه بالوكاله، الصين اللي مشغلاه بالوكاله، كله بقى يشغلها بالوكاله، اسم الله عليهم. اه لا باشا، انا عندك حاجه همشيها لك بالوكاله انا تمام. حته ارض دي سوريا دي احنا كلنا بنتخانق عليها دلوقتي بالوكاله، كله هيتخانق عليها بالوكاله. انا بالوكاله اشتغل. احنا نقلد الامريكان بقى، الامريكان بقى لهم طول عمرهم شغالين بالوكاله، فاحنا كمان هنشتغل زيهم. بس الامريكان بيعلنوها عشان يعني انا الجامد، تانيين في السر عشان يبانوا ان هم كويسين والجزء كويس والناس ويستقطبوا العالم ناحيتهم. طب ما هم بيعملوا سيم شيت يعني، ما نفس الخرا اللي ده بيعمله، بس ده بيعمله في السر. يعني ده حط برضه فلوس، وده حط رجالته، وده حط فاجنرز، وده قطع، وده عمل نفس سيم شيت ديفرنت داي. بس امريكا هي اللي متصدره للمشهد.
ده مش ذكاء منها، مش ذكاء منها ان هي تتصدري انت للمشهد وانت عارفه ان روسيا والصين بيلعبوا بالوكاله. ده غباء منك، ده غباء استراتيجي في المطلق. يعني كلهم بيتعاملوا بغباء، فايوه الاغبياء. وكل واحد يروح بقى ايه يأمن نفسه في صفقات تسليح غريبة بقيسها حزين. وهو والحاجة اللي تثير الضحك اكتر انه الشخصية دي ملهاش دعوة بالسلاح، ما تعرفش يعني ايه سلاح، يعني مش متعرفش، بس ما مش منغمسة في الأسلحة، مش مجالها، مش ما عندوش خلفية عسكرية، بس يقولوا له السلاح ده اسمه كذا والسلاح ده جديد فروج له، فيتكلم اليومين دول على سلاح معين، خلاص كده بقى كده هو عمل لهم دعاية، كده هو بعلم الوصول عمل لهم دعاية، ولا عارف السلاح ده شكله ايه ولا اي حاجة. يقول لك البي 2 12، يا البي 2 ده احنا كانت جميلة قوي، وانا واقف وحاطط ايدي على ظهر السيدة الاولى وفضل يتك وانزلها، بس مش مشكلة، مش هتفرق والبي 2 فوقية ومش عارفة ايه الله يعني فاهم. فانت معاك فلوس تعالى اسلحك، وانت مع وجهك فتعالى سلحك. وبعدين تعالى بقى قول لي هنا انت حسيت بايه لما قطر اتضربت؟ حسيت بالخيانة. وتطلع لي ضابط امريكية برضو متقاعدة، امريكا خانت قطر، هي لا خانتها ولا نيلة كانت بتربيها بس عادي، في يعني بتجز عليها عشان تقول لها والنبي اديني كمان عادي. فقالوا على بعض بقى في ايه، في مسابقات التسليح، متفهمش ليه. طب ورجالتكوا فين؟ مش ميليشيا؟ ما رجالتنا مين؟ ما احنا بنشتغل بالوكالة، ما احنا بنشتري الناس. انا اشتري ميليشيا هنا؟ حد يعمل ميليشيا في منتهى اعمل لك ميليشيا بكره، بكره اعمل لك ميليشيا عارف من المكان اللي انا عايشه فيه ده اعمل لك ميليشيا. بعد اذنك يا محسن بيه بس اسد ودنك، النبي اعمل لك ميليشيا، اديني فلوس وانا هظبطك. تحب اعمل لك ميليشيا دلوقتي؟ والله العظيم اروح المهم نفر نفر واعمل لهم غسيل مخ 30 يوم ويبقوا ميليشيا زي الفل. تحب احطهم لك فين بقى الميليشيا دي؟ عشان ما توسخش ايدك انت بقى. حطهم في رأس الرجاء الصالح ولا في عايزهم فين؟ خدي بالك، موضوع سهل وبسيط جدا. علم نفس الميليشيا ده برضو قسم مخابرات، بيعرفوا يعملوه زي الفل، ده لازم يتعمل يعني. فعندهم اقسام، يعني عندهم disciplines زي انا هقول لك ايه، كانها جامعه كده كبيره وفيها discipline للبي ار، للميديا وغسيل العقول، بس ديسيبلين للاستقطاب، ديسيبلين ازاي تقتل وما حدش يعرف، ديسيبلين ازاي تروح تجيب معلومه، ازاي تزرع معلومه، ديسيبلين عندهم حاجات كتير يعني. خلي بالك ازاي تعمل دولة، ازاي تشيل دولة، ازاي تعمل حاجات، ازاي والله العظيم ازاي تقسم كده. عندهم ديسيبلينز، مجال وديسيبلين لتغيير الشكل، الشكل الواحد يتغير ويتعامل ازاي، ديسيبلين للبني ادم نفسه بقى، للعنصر الفعال على الارض بقى. ما في اللي بيفكر وفي اللي بينفذ على الارض وفي الحاجات دي. اللي على الارض ده بنغيره ازاي ونحركه ازاي، يعني ممتع، مجال ممتع جدا. هو ممتع للاسف لانه أو بالنسبه لي ممتع للاسف يعني. بس هو لو بستخدمه برشد، يعني لو الواحد بيستخدمه برشد، لان انت ممكن تتحكم فيه فعلا في سلوك البشر. آه غصب عنك هتلاقيك. يعني هقول لك على حاجه حسيتها انا شخصيا في اوقات معينه، من لما بظهر، اظهرت ويلث، اظهرت عز، اظهرت ان انا بس عندي ذهب اصفر كتير. في ناس معينه اتاثرت فكذا، يعني في ناس معينه كان ممكن توافق على كلامي وتشتري يعني تمام. اوقات ان انا ابقى شكلي ست حلوة، اوقات ان انا مثلا طبعا الشهرة والحاجات دي، اوقات اسلوب الكلام في اوقات و- هتأثر على شخصية. انا مصر ما بعملش اي حاجة، انا في مصر خلاص سلمت كل حاجة انا بحن ولا حاجة دلوقتي، بس التأثير على الاخرين وعلى سلوكهم نوع من انواع القوة. فبالذات لو هيعملوا لك حاجة او هيعملوا حاجة من غير ما يعرفوا انهم بيعملوها بسببك، ان انت تسببت انهم يعملوا السلوك ده. let's say for example انا مهامي ان انا اخلي الناس تشتري الروب اللي انا لابساه ده،
من غير ما افتح بقي، من غير ما اقول لهم اشتروا الروب ده خالص. اتكلم في اي مواضيع واحلو واعمل شويه حاجات كده معينه، بس ابقى ظاهره الماركه بتاعت الروب وبتاع. كل بعد فتره معينه انت عودتك عليا، حببتك فيا بالطريقه، كلمتك في المواضيع اللي تخص يومك، هبقى عارفه حاجات عن يومك الشخصي، فهتبقى تقول ايه ده، بتتكلم عننا، دي حاسه بينا، ده مش عارفه ايه. هشوف الازمه الشخصيه اللي انت بتمر بيها دلوقتي، هتحسس معاك مشاعرك وحاجتك، وبعدين انت هتلاقي فجأة هتلاقي نفسك ايه، انشدت لي شوية، فهتروح تشتري نفس اللبس اللي انا لابساه. وحصل بعلم الوصول من غير ما اعرف انها حصلت يعني. بس البنات كانت تقول احنا بنشتري اللبس اللي انت بتلبسيه بتاع الجيم يعني. ايام لما كنت بتكلم في مشاكلهم الشخصية عشان اساعدهم، فانا كنت اوريدي عندي الحالة دي، بس مش بعملها ككده يعني، بعملها لله وللوطن، مش انا حاطه في دماغي اعمل كذا عشان كذا. اتعلمت من المواضيع دي. المهم، فهم بيعملوها بقى بطريقة شر وطريقة بتاع، فممكن تعملها بطريقة خير لو عندك التأثير، زي محسن بيه ما عمل مع رأفت الهجان، كان بيعملوا حاجة فيها خير، تعامل معاه كويس، استخدم اسلوبه معاه عشان يتعامل معاه كويس، عشان شخصيته ما ينفعش معاه مثلا محمد بيه بتاع الجيزة. محمد بتاع الجيزة رأفت هيجري، هيهرب، ما ينفعش بتاع الجيزة ده، ما ينفع، ولا بتاع الأزبكية ده ما ينفعش مثلا يعني، حسب انت بتعمل ايه. اوكي، فدي بتبقى برضو قدرات عند الشخص، لان في ناس بتدخل المجال ده وبتبقى بهايم هناك، لو انت بهيم، انت حمار يعني. خسارة الفلوس اللي دفعوها في تدريب امك، انهم بياخدوهم فارم او بياخدوهم مكان كده عشان يدربوهم بقى ويعلموهم الحاجات دي كلها. انت حمار يا حمار، خاصة ان شغلك هيبقى معني بدول اخرى، وانت تعرفش اي حاجة عن دين الدول الاخرى دي لسه، فبتتعاون مع الناس اللي من الدول الاخرى دي من غير ما يعرفوا ساعات، لكن انت ما انغمستش في الدول الاخرى. وبعدين بقى ايه، مكلف اوي ان انا ابعت حد ينغمس في الدولة التانية دي ويقعد ب10 20 سنة عبال ما لا موضوع. فدلوقتي عايزين يخلصوا بسرعة، فدي من احدى الحاجات اللي حولوا السوشيال ميديا لأدوات تجسس. قال لك هيشتروا اسلحة عشان التجسس، ما ده اخطر حاجة. ده واحد speaking of which، الواد الحمساوي اللي ابوه كان حماس وارتد، مصعب، وكتبوا له كتاب بقى الملاك الاخضر باين، يعني عملوا له ليله، والشمبت جابته، وموساد جابته، والعنصرية جابوا، وراحوا خرجوا مش عارفه مين كان معاهم مراقب كده، وراحوا عند المعبد الابراهيمي او الجامع الابراهيمي، فمعاهم عنصر برضو امني كمان. ف ف فاللي في اليهود منهم كانوا ماسكين سلاح وفي الجامع، ف في بتاع كده في سجادة في الجامع، بحيث ان هو مش ضروري تقلع جزمتك. السجادة دي ممكن تمشي فيها لو انت يهودي عايز تعدي تمشي فيها، و10 ايام في الشهر كده بيبقى اليهود بس، و10 ايام للمسلمين بس. لكن يعني ايه، بقت مكان الاتنين تصالحوا فيه. however اليهود ماسكين اسلحة. طيب، فما اعرفش مين قال له انت ماسك سلاح وانا لازم سلاح يبقى معايا. الراجل التاني اللي جنبه قال له بمنتهى العبقرية، قال له والله الايفون اخطر، التليفون اخطر، التليفون اخطر من السلاح. فكر فيها، في دولة عبقرية كده دخلت معارك وحروب من غير سلاح، من غير ما تضرب نار. التاريخ هيبقى يتكلم معاكم عنها. الدولة العبقرية شغلت دماغها. انا مش عايز نار عشان عايز ولادي احميهم، مش عايز اضرب نار، عايز احمي ولادي، وعايز اكبر من نفسي، وعايز. ف ما اقدرش اقول اكتر من كده، بس هستخدم دماغي، ومفروض عقيدتي الراسخة ورشدي وكده، واكسب كام معركة من غير ما حد يعرف ان انا اللي كسبها اصلا، بدون ما اطلق نار. فالمفروض ان الناس دي بتشتغل عشان ما يبقاش في نار بيطلق، لكن شركات الدوميننت بقى، الفلوس هي اللي بتتحكم في العالم. الشركات الصحاب اللي اصحاب الانترستس، مصالح، حلو،
دي امر من الدول، يعني شركات منهم بتبقى اقتصادها اقوى من الدول، فلازم يكون عندهم مخاوف وحروب والكلام ده كله عشان يشتروا اسلحة، عشان عارفين ان هم ايه، هيدكوا في بعض. في دولة تانية عبقرية بتجيب اسلحة وكل حاجة، بتجيب بتاع من كل الجانب، بس عندها عبقرية السادات، ان هي أو يعني اكتر كمان، الله يعز مقامهم، ان احنا نقدر على قدر المستطاع من ايه، ما نخشش في اي نصيبة، ونحل امورنا بطريقة حلو. دول بقى يعني مين اللي اذكى في في رأيك؟ اللي بيشغل دماغه وما يخسرش، ما يخسرش ولاده ولا يضرب نار، ولا البهايم التانيين اللي طبعا بالنسبة لهم جيشهم لأولادهم ولا حاجة، البهايم التانيين اللي ايه، يعني اتفضحوا ان ضرايبهم راحت لحاجات وكل الكلام ده كنت بحكيه زمان، بس طلعت على الملأ اهو، سبحان ربنا بينصرني والله. المهم، فانا بنصح البهايم بس، شغلهم مش عاجبني، والسكريبتاتهم مش عجباني، المشهد مش عاجبني، مش عاجبني الشغل ده خالص. الاستعجال الشديد ده، او مستعجل عشان فترته والله اعلى وعالم هيطول فيها قد ايه. الاستعجال الشديد ده مش من الحكمة، لانه آه لا خلينا دي نضرب مثال بعيدا عن التطرف الديني والحاجات دي. انت لسه ضرب واحد، انت وواحد لسه متخانقين وضاربين ومكسرين بعض، غضب، الغضب، موسى قتل واحد بالغلط وهو غضبان، يعني كانش قصده يقتلوه، نكزوا كده فاتقتل. مسكتوا بعض، قطعتوا بعض وضربتوا في بعض والكلام ده، عايز في وعملتوا خسائر، كسرتوا حاجة بيت بعض، كسر يعني في خسائر حصلت، وده رجله اتكسر، في حاجات وحشة حصلت. حلو. وده كمان مش ايديولوجيا، بس هي خناقة غضب. طيب، تخش انت ايها المفاوض او اللي هو محل للسلام، هتخليهم يوقفوا هما الاتنين سنة، بس واحد منهم حاسس ان هو منتصرش والتاني حاسس انه انتصر، و all this bullshit. في ساعتها بقى عايز تمضيهم ان هم يتعاملوا مع بعض كويس، ويعملوا اقتصاد مع بعض، ويعملوا فتح يا ورده وقفل يا ورده. ده لو بتعامل اطفال في الكي جي 1 وكي جي 2 مش هيعملوها. الطفل الصغير وانس ان هم اشتبكوا مع بعض وضربوا بعض، هيحتاجوا كام يوم هدنة، هيحتاجوا كام شهر اصلا العيال دي عشان ارجعهم يبقوا صحاب تاني. راقبها في المدرسة، غير ما تعمل انت حاجة، لو اشتبكوا اي حد اشتبك في ساعتها كده اقول له خلاص يا عم كبر قلبك، صلي على النبي في ده بقى ترامب ناس يقول لهم صلوا على النبي في قلبكم، يلا بقى يا ولاد. ما بالك بقى الناس بتتخانق عن ارضها، وناس فاكره ان دي ارضها، وايديولوجيات في الموضوع، وفلوس في الموضوع، وقيادات وسخه عارفه ان الموضوع فلوس، مش فارقه مع زي بيبي يعني، واخد لي بالك، وعبث بقى من كل حته ومن كل جانب، ومدخلين الشعوب في المواضيع، مدخلين دول تانية بالابتزاز في المواضيع بالرجل كده، اللي هو هسحبك. ما انا ايه، ما انا العفريت اللي برضو، ما فيش واحد برضو بيعمل عفريت ما يعرفش يخلصه، ما ده غبائهم. اللي يعرف يحضر عفريت، تعرف تصرفه، هيتصرف على امك. غبائك ايها الرجل الابيض الغبي برخصة. والرجل الابيض دلوقتي بيعيط يقول لك احنا بننقرض. ما انت هتنقرض يا امك، ما انت هتنقرض من كتر ما انت فشخت الدول، فكلهم جم عندك واستغلتهم اسد الاستغلال، وبقى هم كتير، بقتش فيش فين الرجل الابيض ده، مش لاقيينه، احنا هنشوفه بس اليومين دول في البيت الابيض، لكن في الشارع العادي مش هتلاقيه، هتلاقيه منقرض، وهتلاقي الجنسيات كلها دخلت، اتخلطت ببعض في اللي هو امريكا واوروبا. انتوا خططتوا ان انتوا تقسموا الدنيا، اما الدنيا اللي متقسمه جت عندكم ناس منها ممكن يحصل يعملوا لكم مشاكل لو لسه عندهم ايديولوجيز عامله،
ممكن كل حاجة تحصل. انك تطبعهم يبقوا امريكان 100%، ما ده في امريكان 100% بيخشوا بيقلبوا على الناحية التانية عادي، لو حد استقطب دماغه يعني. اخد لي بالك؟ فالسرعة اللي هم ماشيين بيها دي، يلا نكروت الموضوع، دي اسمها كروته، ومش واقعية، وكل يوم في تلكيكة. والتركيكة بقى نقعد نتكلم فيها، اصل في معرفش قالك ضرب نار تاني 9 ساعات، اصل لا، اصل كان في قنبلة محشورة في حتة، فواحد جندي من IDF اتخبطت فيه فصاعوا، فدولة تانية قالت لهم بس لا، صحفي امريكي قال للبيت الابيض لا، ده غلطة البعضة نفسهم، مش حماس ما عملتش حاجة. ونقعد بقى نخش في التفاصيل، نتوه بقى في التفاصيل، عشان نبقى كل يوم قاعدين بنتفرج على مسلسل، بدل ما نتفرج على الافلام اللي فيها ضرب نار، لا نتفرج عليه هم عاملين المشاهد دي مع نفسهم عبث. ويقول لك اصل بيكرهونا، وانت زي ما وكل واحد تاني يقول بيكرهونا ودول بيكرهونا. طب والعرب ما كانوش بيكرهوا؟ العرب طب ما احنا، طب والاسلاموفوبيا دي؟ الاسلاموفوبيا تيجي حلوة قوي لما عند الناس اللي هم ايه في الشام عشان نقطعهم، بس عند الخليج لا، دول مش اسلاموفوبيا، دول كينجدم. طب ما دول عرب ودول عرب. لا بقى هناك فرق، دول معاهم فلوس فدول نعملهم، دول مش ارهابيين عشان معاهم فلوس، دول معاهمش فلوس، معاهم ارض واحنا بنركبها فخلاص يبقى ارهابيين. ومصر قاعده في النيله السوداء الوسخه دي كلها. ده بقى غير لسه بقى ايه افريكا. يليهوي طبعا. افريكا كان برضو الانجليز والامريكان والزفت والفرنساويين كانوا حاطين رجليهم، وروسيا واسم الله عليها زي الصين كله عايز يخش موارد افريقيا، واللي اتطرد منها شوية، واللي يعملوا بقى كام قبيلة تتخانق مع التاني، والشغل اللوش ده. فهي منطقة اصلا اللي هو استغفر الله العظيم يا رب، وكأنها اتحدت انها عمرها ما تتحد. فيجي الراجل الابيض يحاول يخليهم يتخانقوا، وبعدين بمزاجه يتصالحوا. يا فندم مش هينفع يتخانقوا بمزاجك وتعمل كليك صالحهم دلوقتي، الحاجات دي تاخد فترة. يعني زي الحمل كده ياخد فترة، مش تقول لي يلا دخلت حيوان منوي جواكي بكرة تخلفي، ما تجيش، لازم اخد فترة. يعني ما في حاجات كده بتاخد فترة، فادي الناس فترة ان هي تتعايش بقى مع الجريمة اللي طبعا هم ما اعترفوش لا ويتكاف ولا كوشنر ان كانت دي تعتبر جينوسايد، وهيحاولوا يثبتوا ان هي ما كانتش جينوسايد ولا اي حاجة، الابادة والكلام ده كله. وهيعاقبوا في السر طبعا اي حد قال الموضوع ده كده، آه عشان ما يعملوهاش تاني يعني. آه آه يعني في شغل شغال، بس التطرف والصراعات على القوة والايديولوجيات اللي ما اعرفش ايه كل في المنطقة دي بالذات. م- لا يعقل ان السلام هيحل فيها بهذه السرعة من غير ما الاطراف اصلا تتكلم مع بعض. ده ما بيتكلموش مع بعض بلغة مفهومة، كل واحد يعني. احنا المراقبين، لو واحدة زي انا زيي بس ببقى برصد الجميع، فبقول لك ده بيقول ايه بجد، وده بيقول ايه، وده بيقول ايه، وده بيقول ايه. في مثلا زي برضو ممكن يقعد يتكلم مع ده وده وده وده، ويهدي الامور بين الاربع اطراف لانه عايش مع الجميع. في مثلا مصري خالص، مش هعرف اقعد مع الجميع كلهم، عشان انا ما اعرفش حتى الامريكان بيفكروا ازاي، ولا دول ما اقدر انا مخلوق من دول عشان زمان اعرف يعني مش قادر، انا كارههم. في البراجماتي اللي هو انا هفصل عشان احاول اوقف، خلاص ماليش دعوه باللي فات، هوقف الدم دلوقتي. في يعني انا مين، فالمنطقه كله مش طايق بعضه، مش عايزين يطيقوا بعضهم حتى اجتماعيا. انا احسن منك، انا فوقك، انا مش عارفه ايه. فهي دي هي حاجه في المنطقه نفسها، لان يعني ايه، هي حاجه لها دعوه بالنفوس اللي في المنطقه، سبحان الله. في حاجة دايما طول عمري اقول ليه البلاد المقدسة دايما فيها دم وبهدلة، والغرب بغض النظر ان كلمة اقصى
احنا بناخدها كأنها المسجد الأقصى. وبعدين القرآن اتكلم فيه عن جاء رجل من أقصى المدينة. أقصى المدينة يعني بعيد. المعاني في معاني كده عايزة افهمها بس مش ملاحقة. ف طبعا المشاهد السياسية اللي هي يعني ما غصب عني هقولها، يعني السياسة فيها كذب. السياسة الدبلوماسية والكلام ده كله مش it's not it doesn't make sense. it's not gonna last. حاجة هش. انت بتعمل كل ده على حاجة هش. عايز توصل لحاجة معينة، طب ماشي، لما هتوصل لها هيبقى فيه بقى السايد افكتس بتاعتها ما حسبوش التبعيات اللي هتحصل لما يوصلوا للموضوع ده في السرعة دي. أجلها سنة سنتين، وقفوا الموضوع، عالجوا الناس، أكلوا الناس، ما تهجروش الناس، غيروا البي ار كله شاكب راكب، اقعدوا سنة سنتين 3. لو صمتوا على هدوء ومعرفش ازاي هتعملوها. اذا كان البي ار نفسه والله العظيم، اصلا ترامب بيقول حاجة حد تاني بيعكله وحد تاني بيلم وراه. ما اعتقدش ان هما متحدين على قلب واحد في المطلق، لا دول ولا دول ولا دول. وطبعا الاخوان ملناش، انت خلاص الاخوان اخوان يعني، خلاص عرفنا، خلاص اتحرقوا بقى خلاص، يعني اللي هو ايه، بقوا كارت انيل من المحروق. ما سهل انك تقدر تعرف ان ده اخوان. احنا مصر الحمد لله معظم الشعب اصلا الحمد لله، الله اكبر، الحمد لله الله اكبر، الحمد لله الشعب بتاعي ملهي في حاجات تانية خالص. ربنا رزقني ان الشعب بتاعي ملهي في يومه. اكتر حاجة انا مبسوطة بيها جدا. هو صحيح ممكن يخش بس يحط نخور، ما انا كده اللي هو ايه اللي حصل في السياسة ويبدي رأيه والكلام ده كله بتاعها عشان يبقى ليه يعني الترند السياسي ماشي، الترند صقراوي ماشي، يعني بقالهم يومين 3 ايام 4 ايام ترند صقر، فالموضوع قل معاهم جدا، فماشي. يعني الترند ماشي على ايه اليومين دول؟ لو فجأة بقى هنفتح ملف الدين والخطاب الديني هتلاقي الترند ديني. لو فجأة الموضوع قلب اجتماعي والراجل والست والزوج والزوجة والحب، طب ونتعرف على بعض ازاي والحاجات دي، هتلاقي كله دخل في المواضيع دي والاحاسيس والحاجات دي. ما تغيروها بقى يا مصر، خلاص احنا اعتقد ان الشعب استوى يعني. لا احنا لازم نوريهم اللي بيحصل حواليهم عشان يحمدوا ربنا على اللي هم فيه. دي فكرة مين دي؟ والله العظيم كان في هدهد قال لك حتى لو مفيش هيحصل حرب لازم توريهم اللي بيحصل حواليهم، عشان بس مش للدرجة دي بقى خلاص. يعني شوية كده خش كلمنا بقى عن مصر بقى، واحنا والحب والجواز ولما نتعرف ببعض والبنات، وتعملوا برامج الست تنصح الستات او البنات. يعني حبيبتي لما تيجي تتكلمي مع واحد تبقي عايزة ايه؟ عايزة تتجوزي حلو، هو واحد بس اللي تكلميه one at a time، ما حصلش نصيب اللي بعده ماشي، او يعني بعدين. لكن تكلمي احمد ومحسن وحسين وبتاع وهو الاربعه تقولي لهم بحبك 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 وتشوفي مين اللي هيشيل، يعني احنا كده بقى ايه؟ احنا رايحين في داهيه. فاعملوا حاجه مفيده داخليا يعني، بالاذرع الاعلاميه ما تبقى من الاذرع الاعلاميه المصريه يعني. قال لك عندنا اذرع اعلاميه؟ احنا غلابه والله، ما عندناش غير عموره، وعموره ماسك ملف الانسانيات لسبب غامض. وما اعرفش مين تاني، مين اللي اسمه انا ما اعرفش بصراحه عشان ما بتفرجش على اعلام مصري. ف anyway امريكا انت متسرعه شويه. والبعد بيبي، انت غبي. انت كل ما هتفتح بقك كل ما تفتحش بقك شويه، اقعد شويه من غير ما تفتح بقك. يعني اقعدوا فتره في الكنيست ما تفتحوش بقكم او ما تطلعوش على الكلام على الملأ. بلاش غباء، بلاش يعني، بطلوا غباء. يعني حماس اليومين دول هي اللي بتتعامل بالذكاء. شوف خليل الحياة بقى عم مصر، لو شوف سبحان الله سبحان الله سبحان الله، تحول بقى أيقونة، بقى أيقونة، وابنه راح ويعيط وحرية بلدي وحاجة جميلة جدا. خدي بالك، شوف اتعلموا كده من مصر ازاي كده مصر عندها سر باتع. مصر ممكن تجيب بني آدم وتحوله لحاجة تانية خالص، تعرف تعمل الشغل ده.
يعني مش مثلا زي السي ايه تجيب لك وتغير وشه وتعمل له عمليه هنا وعمليه هنا وعمليه هنا عشان يتغير، لا هي تعمل له عمليه في دماغه ويتحول. الله. بلاش مصر، عشان ما لو ترامب قعد في ايد مصر شويه والمصحف الشريف 3 يرجع في حاله تانية خالص. لو اتساب شويه يعني اعتقد حتى العناصر الامريكيه، لو في امريكان هنا انتوا جايبينهم كجواسيس او اي حد، خلي بالكوا عشان لو اتقعدوا في وسط المصريين. المصريين وده طبيعه مصر خلال التاريخ يعني. اي حد المصريين عندهم القدره ان هم يعملوا لك حاجه يخلط في دماغك. ده الشعب العادي، ما بالك الباقي. اه. يخلط وتطلع حاجه تانية خالص. مش هترجع زي ما كنت. ده بعلم الوصول. مش هترجع. فانت في مصر تبقى حريص جدا معاها، يا اما من بعيد لبعيد، يا خط يعني ايه، اخطف حاجه واجري. لكن ان انغمست فيها هي لوحدها كده هتاخدك تشقلط، تسحبك كده وتلعب في دماغك وتحولك لحد تاني خالص. سبحان الله. حاجه في البلد دي من زمان هي كده. يعني الانجليز لما احتلوا مصر طلعوا ازاي، والفرنساويين طلعوا ازاي، واي حد حاول يحتل الهكسوس وكله حاول يدخل مصر طلعوا ازاي. من دابوا فينا، احنا ما دبناش فيهم، دابوا فينا. لغاية بس بقى ايه، فترة السوشيال ميديا دي اللي اخترقت دماغ الناس. دي مهمة، واتمنى من المعنيين يهتموا بهذه الأذرع ويجيبوا ناس صح في مكان صح، ونستحمل بعضينا شوية. معلش يا جماعة، الله يستركم. يعني احنا شعب 100 مليون، اكيد يعني 100 مليون دول مش قاعدين ماسكين سبحة وبيقولك حاضر يا فندم والكلام ده كله يعني. فيعني واكب معايا. وبعدين انت حوالين ايه، حوالين بعض قتالين يعني قتالين قتلة هنا، ومش عارفه مين هنا، وحوالين هنا وهنا. انت مش مثلا عايش في مدينه مقدسه، انت في يلا يلا يلا، السلام عليكم.